أهلا ومرحبا بكم في قناة زاهد للأبراج. أهلا بك يا برج الميزان. مساء الطاقة الإيجابية عليك ومساء السعادة والوفرة والبركة والفرحة. أهلا بك مرة ثانية يا برج الميزان. النهاردة هنتكلم عن قراءة طاقة مفتوحة هتبدأ بإذن الله من غدا يوم 6 يونيو لعام 2024. القراءة دي قراءة عامة، يعني تنفع لكل العشريات وكمان تنفع للرجال والسيدات. لو أول مرة تشوف القناة شرفني بالاشتراك وفعل زر الجرس ودوس على اللايك ليصلك كل ما هو جديد. وكمان للرد على أسئلتكم أو أي قراءة خاصة تحبوا تعملوها بنعمل انتساب للقناة أو انضمام، اللي هو الزر الأزرق الموجود بجوار زر الاشتراك، أو تفعيل ميزة شكرا أسفل الفيديو. أهلا بيك مرة ثانية يا برج الميزان. القراءة دي فيها شيء مهم ليك يا برج الميزان، خدها عن طريق البشارة ليك، بشرة خير بإذن الله، ولكن لا يعلم الغيب إلا الله وحده. برج الميزان، بالفعل عندك بداية جديدة، عندك بداية جديدة، وكمان هتفارق مكانك وبداية جديدة في حياتك، أو بداية مرحلة في حياتك الجديدة. يعني إيه الكلام ده يا برج الميزان؟ يعني أنا شايف أصحاب برج الميزان الفترة القادمة هيعملوا إعادة تقييم شامل لحياتهم، سواء على مستوى الصعيد العاطفي أو المهني أو الصحي. بالفعل برج الميزان هيكون عندي تحولات جذرية في حياته، في تغيرات عندي في حياته، في أشياء هتخرج من حياته وهترحل، وفي حاجات هتكون دخلة جديد في حياته. ففي أشياء كثيرة برج الميزان هتتغير معاه الفترة القادمة، بس التغيير ده يا برج الميزان تغيير للأحسن وللأفضل، وللأفضل كمان. ليه يا برج الميزان؟ لأن عندك بالفعل صعود مالي، عندك كمان قوة ازدهار هتكون ليك في حياتك المهنية والعاطفية. في عندك كمان قوة المال هتكون عندك قوية الفترة اللي جاية دي، أو باب المال هيكون عندك مليء فيه كتير بإذن الله. لأن عندك بالفعل أبواب كثيرة يا برج الميزان ستفتح ليك في العمل، هيكون عندك مصادر أموال قادمة إليك بكثرة في الفترة اللي جاية دي. كمان برج الميزان هيكون زي في عندك خير، يعني زي كده إيه، الخير هيأتي لك على فترات، سواء على الصعيد العاطفي أو المهني. برج الميزان في عندك استقرار عاطفي، في كمان خروج شخص من حياتك. الشخص ده ممكن يكون صديق، ممكن يكون قريب، هيكون يعني بمثابة انه يا برج الميزان هيكون بينك وبينه في بعد شوية، ولكن هيكون في عندكم تصالح تاني مرة أخرى. كمان برج الميزان عندي بالفعل إنشاء مشروع تجاري أو إنشاء مشروع شخصي بيه. هيكون المشروع ده بمثابة مشروع سبب الوفرة المالية على أصحاب برج الميزان. برج الميزان من الناحية العاطفية في بالفعل عندك استقرار ملحوظ في حياتك العاطفية إذا كنت متزوج، وكمان في عندك فرصة جديدة للزواج أو الخطوبة، لأن شايف أصحاب برج الميزان عندهم حب جديد يطرق الأبواب القلب. كمان برج الميزان بالفعل عندك سفر للعمل للبعض أيضا منكم. البعض منكم كمان هيسافر للنزهة أو للراحة أو الفسحة الفترة اللي جاية دي، لأن أنا شايف أصحاب برج الميزان عندهم تنقلات كثيرة الفترة اللي جاية دي، وهيكون عندهم خير قادم بكثرة. بمعنى أن عندهم بالفعل ازدهار مالي، في عندهم تنقلات من مكان عمل لمكان عمل، في عندهم إنشاء مشروع خاص بهم، مشروع تجاري. في كمان عندهم الفترة دي هيكون بمثابة أشياء متأخرة كانت وهيحصلوا عليها الفترة اللي جاية دي، ممكن من مال، ممكن من أشياء كانت هم منتظرينها بالفعل وسوف تأتي إليهم. برج الميزان كمان عندك أخبار سارة في نجاح عندك، ممكن لأولاد أو أطفال عندك، أو في كمان عندك خبر سار هيكون خطوبة أو زواج
لأحد المقربين منك أيضا. برج الميزان كمان لا تهمل من هم في حاجة إلى رعايتك ماديا وعاطفيا. وكمان يا برج الميزان حاول إنك تحترس من حواليك من الحساد، لأن بالفعل أصحاب برج الميزان عندهم حساد كتير، فخلي بالك يا برج الميزان. برج الميزان الطاقة السلبية اللي في حياتك حاول إنك تتخلص منها عن طريق إنك تغير طريقة تفكيرك. حاول دايما كل ما هتغير طريقة تفكيرك يا برج الميزان هتتغير حياتك للأفضل. حول الطاقة السلبية إلى طاقة إيجابية عن طريق تغيير الفكر نفسه. حافظ على تفاؤلك ولا تعطي اهتمام للمشاكل الصغيرة. أدر ظهرك للأمور اللي بتحاك حولك. ارمي خلف ظهرك يا برج الميزان الأوهام والأحلام التي ليس لها أي أساس من الصحة. ابتعد عن الشك والغيرة. وكمان يا برج الميزان حاول انك دايما تقرب الطباع بينك وبين الآخرين المحبين ليك. حاول انك زي ما قلنا تتصالح مع نفسك ومع الآخرين، لأن هيكون عندك بالفعل نجاح مهني، نجاح مادي، نجاح عاطفي. وده مش كلام، لأن الكلام بينتهي. احنا عايزين بالفعل يكون عندك نجاح وتحقيق لما تريده يا برج الميزان. برج الميزان أنا مش هطول عليك، لكن لو عجبك الفيديو شرفني بالاشتراك، وإلى اللقاء.